السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده حلقه جديده، ويلا بينا نحط اللايك وما ننساش يا جماعه الاشتراك بالله عليكم، علشان شكل كده ايه، في حاجه غلط في القناه عندي. الاشتراكات كتير جدا اتلغت للاسف، و... والمشاهدات بقت في النازل. انا مش عارفه ايه السبب بصراحه. لحد دلوقتي القناه عندي ما كانتش كده خالص نهائي، وشكل كده ناس كتير بتشتكي ان الفيديوهات الاشعارات ما بتوصل لهمش. فبالله عليكم اللي يشوف الفيديو يشترك، يعني يلغي الاشتراك ويرجع يشترك تاني ويدوس على الكل، هيظهر له بعد الاشتراك خانة كده، هتدوسي على الكل. بس وعايزه قبل اي حاجه بقى اقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب ان شاء الله. خلاص على ابواب، خلاص فاضل بالظبط يعني النهارده الثلاث، يعني رمضان الخميس اللي جاي ده اللي بعده يوم 23/3. فكل سنه بقى وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. وخلاص ببتدي استعد بقى لرمضان، وبشتري شويه خزين، يعني شويه اجيب شويه واشيل شويه، اجيب شويه واشيل شويه. الواحد بيبتدي ايه يجيب خزينه من دلوقتي. حتى برضو اللحوم والفراخ والكلام ده كله عايزه اجيب، بس مش هكتر، علشان انا لو عوزت في نص رمضان ولا حاجه ابقى اجيب، بيبقى الحاجه طازه احسن باحسن. ف... فهبتدي بقى التنظيفات. يعني كتير قالوا لي يلا يا كوكي زينة رمضان. اول حاجه، انتوا فضلتوا تزنوا كتير جدا جدا على جولة في الشقة، جولة في الشقة يا كوكي، جولة في الشقة يا كوكي، عايزين جولة في الشقة يا كوكي، عايزين نشوف الشقة. زن مش طبيعي. تمام، قعدت بتاع، انا بقالي بالظبط في الشقه بتاع 4 شهور، زن رهيب. ورغم ان انا والله كنت مقرره ان انا مش هنزل اصلا، يعني مش هنزل اللي هو ايه جوله في الشقه وصور الشقه كلها والكلام ده كله. وانتوا اللي صممتوا وفضلتوا تزنوا بطريقه رهيبه. وبعد ما نزلتوا المشاهده، يعني مش عايزه اقول يعني اقول ايه، المشاهده في النازل كاني مصوره تحت الكوبري، كاني مصوره والله العظيم يعني. ده لو شقه تحت السلم هيبقى فيه مشاهده عن كده. يعني ولا كاني بصور حاجه اصلا، يعني كاني كانها شقه معفنه، كاني يعني يعني اقول ايه. يعني بصرف النظر يا ستي، مصوره قصر، مصوره فيلا، مصوره اي حاجه، المهم الناس اللي متابعاني بتتفرج، يعني المفروض تشوفي اللي انا بصوره. امال طلب كل شويه ليه؟ انا مش فاهمه. برضو بعد ما صورت الشقه برضو عمالين تزنوا يا كوكي زينه رمضان، يا كوكي زينه رمضان. وعارفين بقى لما انزل زينه رمضان والله ما هتعمل 1000 مشاهده. يعني انا مش عارفه بجد، يعني اللي بيقعد يزن ده. هتقولوا لي في الكومنتات دلوقتي طبعا يا كوكي احنا شفنا الشقه، يا كوكي احنا شفنا الشقه. يا جماعه انتوا مش شايفين مشاهده الشقه؟ هنزلها لكم دلوقتي، هنزل لكم الشقه نفسها في اول كومنت. تمام، هصورها لكم في اول كومنت مثبت في الفيديو ده تحت في الكومنتات. وشوفوا المشاهده عامل ازاي، وشوفوا الفيديو يستحق فعلا المشاهده ولا ما يستحقش، عشان ما يجي على تعبي وان انا بصور لكم وبوريكم حاجتي وبشارككم حاجاتي الشخصيه. ما هو برضو الشقه دي انا بوريكم ديكورات، بوريكم افكار، بوريكم حاجتي اللي في الشقه، دي حاجه بتاعتي خاصه بيا فانا بوريها لكم. فالمفروض ان انتوا تشاركوني حاجه زي كده، تقولوا لي حتى رايكم وتتفرجوا على الفيديو وتدوني اهتمام. لا ده مفيش خالص. يعني لو رجعتوا لفيديوهاتي بتاعت زمان القديمه كانت بتعمل مشاهدات بسم الله ما شاء الله اكبر، انا عندي مشاهدات بالملايين، بالملايين. يعني في فيديوهات من الفيديوهات اللي عندي عامله 4 مليون واللي عامل 5 مليون. فبسم الله ما شاء الله اكبر، يعني عامله تحقيق، يعني عامله. يا جماعه انا قربت على 50 مليون مشاهده. يعني لو رجعتوا للقناة عندي قربت خلاص، يعني فاضل لي بالظبط بتاع، يعني داخلة على 50 مليون مشاهدة. ف وفي وقت قصير جدا. وادعوا لي ان القناة التانية تشتغل ان شاء الله، علشان انا للأسف عشان وقفتها فترة، قعدت بتاع سنة موقفة القناة عندي اللي هي التانية. ف وفعلت الاعلانات وكله والدنيا تمام. بعد شهرين ما عملتها، ما حدش بيعمل الكلام ده كله، يعمل القناة وتتفعل بسرعة كده. ف... فشكل القناة التانية اتحسدت ولا ايه؟ قعدت مكسلة وما كنتش قادرة على القناتين. كنت تعبانة حرفيا، ما كنتش مستحملة. ف... فادعوا لي القناة بس التانية تشتغل ان شاء الله على خير وتتفعل من اول وجديد. هنرجع ان شاء الله نعمل فيديوهات تاني فيها ونتحمس. بس ادعوا لي بقى دعواتكم. و... والمطبخ برضو، مشاهدة المطبخ، يعني المطبخ ده ما يستاهلش بأمنكم بالله. يعني الديكورات اللي انا عاملاها في المطبخ دي ما تستاهلش. ما هو لما الواحد يتعب وما يلاقيش رد فعل منكم انا بكسل اعمل اي حاجة. هو الفيديو ده المفروض ان انا يعني بوريكم بقى المطبخ والكلام ده كله وايه رأيكم، واوريكم بقى الحاجات الجميلة اللي انا عملتها والتغيير الحلو اللي في المطبخ والكلام ده كله. بس فعلا انا مخنوقة وعايزة اتكلم. ويا ريت وانا بتكلم اصلا حد يسمعني يعني. يا ريت وانا بتكلم حد يسمعني. هبتدي اعمل روتينات زي ما طلبتوا مني برضو.
كل حاجة طلبتوها مني هبتدي ان انا اعملها، هبتدي اعمل روتينات واتشجع معاكم واعمل لكم افكار جديده ان شاء الله، وقريب جدا جدا. الايام اللي جايه انتظروا بقى، كل يوم فيديوهات هتنزل باذن الله لحد رمضان. وفي رمضان برضو مش هغيب عليكم، وهنتظم كل يوم هنزل لكم فيديو. آه، يعني بصوا 3 ايام بالظبط بالكتير قوي، يعني كل يوم هنزل حاجات تخص رمضان. وهعمل لكم جوله جميله جدا جدا في الشقه عندي، في الريسبشن وفي المطبخ. حاجات تخص برضو زينة رمضان، وهعمل لكم جولة جميلة جدا بزينة رمضان. وعاملة بقى السنة دي حاجات مختلفة خالص عن أي سنة عملت فيها قبل كده زينة رمضان، حاجة كده يعني ايه، جديدة. حاجة جديدة من نوعها وهتعجبكم ان شاء الله قوي. وجايبة حاجات حلوة قوي، مشتريات لرمضان هحطها برضو تحفة تحفة تحفة. انتظروا بقى الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بكرة بعده. يعني اي فيديو هنزله شوفوه وهتلاقوا فيه زينة رمضان بأمر الله. والولاد عندي برضو نزلوا المدارس الترم التاني. فانتوا عارفين بقى يعني رمضان مع المدارس فصعب جدا. يعني انتوا في رمضان، يعني انا بصحى المدرسة الساعة، يعني انا في العادي اصلا بصحى الساعة 6، فانتوا متخيلين فصعب جدا. والولاد بيجولي الساعة 4 العصر، بيجولي متأخر جدا جدا، يعني بيجوا الساعة 4 العصر دي. يعني اليوم ما بيبقاش فيه بركة وهما بيناموا الساعة 8 بالليل. فانتوا متخيلين فصعب قوي بصراحة. ف... فادعوا لي والسجادة دي انا وسخة جدا جدا اللي في المطبخ. فقررت ان انا اغسلها واديها المغسلة ان شاء الله. في مغسلة عند ماما قالت لي هتتكلف 40 جنيه. فحلو قوي، يعني السجادة عايزة تتغسل زي الطين، مش حلوة خالص. فان شاء الله هوديها المغسلة. وبصوا بقى شكل المطبخ بتاعي بعد ما نضف جاهز بقى خلاص عشان احط زينة رمضان. بس بفكر الحاجات اللي على الرخامة دي ممكن يعني اغيرها بقى، الحاجات التركي دي، واحط بقى حاجات بسيطة. وهشوف بقى احط ايه لرمضان وكده. حتى المجماتك اللي هي بتاعت التلاجة دي كلها حاجات تركي، يعني ممكن اشيلها اساسا واحط مكانها بقى ايه حاجة رمضان بقى، يعني ايه الحاجات اللي هي بتتحط على التلاجات دي. بس والمايكروويف اهو برضو كان عندي كفر السنة اللي فاتت مايكروويف. وهنا الجزء ده عاملة فيه كوفي كورنر، حاطه فيه بقى الحاجات السخنه كلها، اليانسون والسحلب والهوت شوكليت والشاي وكل حاجه تخص الحاجات اللي هي السخنه والشاي والسكر. وعامله بقى ايه كل حاجه تخص الحاجات السخنه، عشان احنا كان في فتره شتاء والجو متقلب زي ما انتم شايفين. انا حاسه ان النظافه اللي انا نظفتها دي هتروح هوا، يعني حاسه ان التراب هيرجع تاني وهيبقى وحش جدا. بس فكده انا خلصت خلاص المطبخ بتاعي، هو جاهز خلاص لرمضان. بس ممكن اغير بقى ديكورات بقى ان شاء الله، اغيرها معاكم واشيل ايه واحط ايه. واحط بقى زينة رمضان الجامدة جدا. انتظروا بقى الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. بس انا كده يعتبر خلصت وهتوحشوني جدا جدا، وانتظروني في الفيديوهات اللي جايه. بس بالله عليكم ما تنسوش بقى اللي كملت الفيديو للاخر تكتب لي تحت في الكومنتات ان هي كملت الفيديو للاخر. تنسوش تحطوا لي اللايك وكومنت حلو. و... ولو عايزين كنزي ودودي ويوسف يطلعوا معايا في فيديوهات رمضان وزينة رمضان، اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات اخليهم يطلعوا معايا ويرصوا الحاجة بتاعت رمضان ونعملها مع بعض ان شاء الله بأمر الله. بس كده حبايبي، كان فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا ان شاء الله الفتره اللي جايه اكون عند حسن ظنكم وتستمتعوا معايا في فيديوهات جميله جدا جدا. وهتوحشوني قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين، ومش عايزه اطول عليكم، ويلا باي.